السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا مكملين مع بعض وصفات العيد عظمة جدا. زي ما انتم شايفين الفيديو بيتكلم عن نفسه، اخر حلاوة واخر جمال. يلا بينا ندخل على الوصفة، مش هنطول على بعض. اول حاجة معايا زبدة، وهبدأ اخد بالكوباية المعيارية 750 جرام من الزبدة. القالب اللي معايا ده قالب كيلو، انا مش هاخده كله، انا هسيب حوالي ربعه او اقل كمان من ربعه. 750 او 800 جرام، يعني الزبدة لو كترتيها هتديكي طعم احلى، مش هتضايقك في حاجة ولا اي حاجة. هي لما تضربيها مع السكر هتديكي هشاشة حلوة قوي. طيب هنعاير ازاي ال 800 جرام او 750 جرام دول اللي بنتكلم عليهم؟ عندك ميزان يبقى تمام، واحسن حاجة وافضل حاجة. ما عندكيش ميزان هنبدأ نتعامل بالكوباية المعيارية. هنبدأ نوزن كده كل كوباية تبقى مليانة ممسوحة، بس اهم حاجة ان احنا نتأكد ان مفيش فراغات من جوه، ونتأكد ان الكوباية بتاعتي يعني ما اتملت زبدة على الاخر. وطبعا زي ما انتم شايفين الزبدة بتاعتي مش بدرجة حرارة الغرفة، هي بدرجة حرارة التلاجة. وكده بدأت اخدت الكمية بتاعتي اللي انا عايزاها. طبعا الكوباية عندي 250 ملي جرام، فاخدت 3 كوبايات منها. الكوباية التالتة مليتها شوية عن الكوبايتين التانيين. وهبدأ انزل بالسكر. السكر هيكون نص كمية الزبدة، يعني انا خدت 750 من الزبدة، هبدأ اخد السكر 350 بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها. حاولي تخلي مقاديرك او المقادير اللي انت هتستخدميها في وصفات العيد كلها تكون بنفس الكوباية، بحيث انك انت المقادير تطلع واحدة، ما تختلفش معاكي. تمام كده، تمام ان شاء الله. هنا انا بدأت كده، نزلت على السكر مع الزبدة، وهبدأ اجيب المضرب بتاعي وهبدأ ان انا اضربهم كويس قوي، لاني انا مش هضيف بيكنج باودر للوصفة بتاعتي، فبالتالي انا وصفتي معتمدة على ان انا اضربها كويس خالص علشان تديني طراوة وهشاشة للبيتيفور بتاعي. مش هنحط اي بيكنج باودر، هنعمل كده الوصفة يعني بمقادير بسيطة وجميلة، وان شاء الله الوصفة هتطلع ناجحة معاكم بإذن الله. طبعا انا مش محتاجه ان انا افكرك انك انت اثناء ضربك للزبده مع السكر توقفي كل شويه وتبداي تجيبي سبتيولا كده وتبداي تنزلي الحروف بتاعتك، بحيث ان انت تتاكدي ان كل المكونات امتزجت مع بعضيها، وان مفيش حاجه موجوده على الجناب. وانتي بتضربي تحت، انا عايزه اللي من تحت زي اللي فوق، وعايزه كله يكون واحد. فببدا اوقف كده كل شويه، وابدا ان انا انزل الجناب وارجع اكمل ضرب تاني. وزي ما قلت لكم ان انا هفضل اضرب لغايه لما الخليط بتاعي يتحول لونه للونه الابيض. طبعا هنشوف الخطوات مع بعضينا. انا اهو بنزل الجناب، كل ما بضرب شويه برجع انزل الجناب وبرجع اشتغل اضرب تاني. عشان تاخدي وصفة ناجحة تابعي الفيديو للآخر عشان أقولك كل التفاصيل وكل التريكات. ما تستعجليش معايا الخطوات، كل حاجة هقولها لك في وقتها. هحاول ان انا اقولك كل التفاصيل اللي تطلع معاكي الوصفة ناجحة جدا. وبشكركم جدا جدا على كل كومنتاتكم الجميلة ولايكاتكم، وعلى تطبيقاتكم وعلى كلامكم الحلو ليا. وبتمنى دايما تكون وصفاتي ناجحة معاكم، ودايما تكون بتطلع بأفضل نتيجة. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. تعالوا نكمل بقية وصفتنا. هنا زي ما انتم شايفين كل شوية بوقف وبنزل الجناب، وببدأ ان انا اكمل تاني. لو ملاحظين ان الزبدة مع السكر بتاعي بدأ يتحول لونها للون الابيض زي ما انا كنت بقول لكم. بعد ما اتحولت كده ضربتها كويس قوي، يعني فترة ما تقلش عن 10 دقايق. تمام، كأنك بتعملي كريم شانتيه كده، تضربيها كويس قوي مع بعض. كل ما تديكي فوم كل ما هتديكي نتيجة احلى. تمام، وبدأت انزل بعد كده بالبيض بتاعي، بيضة انا كان معايا 5 بيضات، بدأت انزل بثلاث وصفرتين بيضات بس، يعني سلام. شلت البياضة بتاعت الصفرتين ونزلت بس بالصفرتين. وطبعا حطيت فانيليا معاها هي وبتتضرب.
مع البيض هو بيتضرب. تمام. وهبدأ كده ان انا اضرب، بس انا مش هضرب كتير في المرحلة دي، انا بس هبدأ ان انا ادمج البيض مع الزبدة والسكر، وبعد كده هوقف ضرب وهبدأ انزل بالدقيق. في المرحلة دي ما انصحكش انك انتي تضربي كتير. خلاص احنا كنا بنبقى ضربينها وعاملين لها فوم حلو قوي، وواصلين لنتيجة كويسة، فبالتالي ما بنضربش تاني اكتر من كده. بعد كده بجيب الدقيق بتاعي المرة دي استخدمته متعدد الأغراض، الأغراض. يعني بس عشان البيتي فور وكده فبستخدم له دقيق أكياس، ما بستخدمش الفلت مش دايما نتيجته بتطلع ناجحة. فعشان توصلي لأضمن نتيجة خليكي في أكياس، وخليكي في النوع اللي هو جودته عالية. تمام. وهبدأ كده أعاير الدقيق بتاعي كوباية كوباية، وانزل بيه على الخليط بتاعي اللي انا ضربته كويس قوي ده. وبعد كده مش هنزل بالدقيق كله مرة واحدة عشان اخاف العجينة تتخن معايا يعني وما اعرفش اتصرف. انما لو العجين قليل، قصدي لو الدقيق قليل، نقدر ان احنا نزود دقيق، ودي حاجة سهلة خالص. انما لو العجينة تخنت منك ساعتها هيكون موضوع اصعب شوية. ساعتها هتعالجيها ماشي بانك انت تضيفي معلقتين من الزبدة، لكن انا بنصحك انك انت تخلي الدقيق قليل معاكي وتبداي تنزلي بيه كوبايه كوبايه، احسن من انك انت تنزلي بيه كله مره واحده، وبعد كده تلاحظي انك انت العجينه بتاعتك تخنت منك مره واحده ومش عارفه تتصرفي فيها ومش عارفه تعملي ايه. فخليكي اضمن في حوار انك انت تنزلي بكوبايه كوبايه، ده اضمن لك واسهل لك. طبعا انتي لو هتعمليها في الكيس تقدري تسيبيها وهي سايله خالص كده يعني، وتقدري برضو وهي ماسكة نفسها برضو تستخدميها. انا هوريكي العجينة دي طبعا بتنفع معايا، او المقادير دي والطريقة دي تنفع معايا لبيتي فور الكيس، وتنفع معايا لبيتي فور المكبس. طبعا هنشوف كل ده مع بعضينا، هجرب لك بالكيس وهعمل لك بالمكبس، وكل حاجة هوريها لك. خليكي متابعاني للاخر، كل اللي انتي عايزة تعرفيه هعرفهولك، وخليكي متابعة الخطوات للآخر علشان توصلي لأفضل نتيجة معايا، وأقولك على أغلب التريكات والتفاصيل اللي هتنجح معاكي الوصفة 100% بإذن الله، مضمونة. انا هنا بدأت كده انزل باخر شوية من الدقيق، بنزل بيهم حبة حبة، مش حابة ان انا انزل بيهم مرة واحدة، علشان برضو مش حابة ان العجينة تتقل معايا وتتخن مرة واحدة. فحبيت ان انا ابدأ بالراحة كده، ان انا انزل فيها على الدقيق معلقة معلقة. يعني اخر كوباية دي بدأت ان انا انزل بيها معلقة معلقة، بحيث ان انا احاول اسيطر على العجينة بتاعتي. الكمية المكونات دي بتاعتي اخدت معايا كيلو دقيق، واخدت معايا كوباية زيادة كمان، يعني كيلو دقيق وكوباية. المقادير بتاعتي اللي استخدمتها اخدت كيلو دقيق وكوباية فوق الكيلو دقيق. هنا خلاص رحت اغسل ايدي عشان اجي اشوف العجينة كويس قوي، وبدأت انزل برشة كده واحدة بس كده، معلقة من الدقيق بقى. زي ما قلتلك انا بنزل بكميات قليلة علشان مش عايزة العجينة تتخن معايا. وهنا خلاص كده هبدأ ان انا اجرب صاج كده في الفرن، ادخله واشوف هتفرش معايا ولا لأ، ولا العجينة بتاعتي مظبوطة. وانصحك انك انتي تعملي الخطوات دي لو انتي مبتدئة، ولو انتي حتى برضو متعودة انك انتي تعمليها واثقة من مكوناتك، فانا برضو انصحك انك انتي تعمليها. هنا بقى بدأت ان انا اشكل بالكيس. هنا كنت محتارة اعمل شكل طويل، اعمل شكل دايرة، اعمل شكل ايه. ففي الاخر رسيت على نفس الشكل بتاع المنقاش اللي هو النجمة ده. وعلى فكرة كان عظمة جدا جدا جدا، بس انا مش من محبي البوتيفور بالكيس، فانا بحب دايما استخدم المكبس. فهكمل بقية العجينة بتاعتي بالمكبس، وهتديني برضو نتيجة حلوة جدا. طبعا لو انتي بتحبي او بتفضلي الكيس، فزي ما انت شايفة العجينة نازلة سلسة معاكي، وهوريكي النتيجة بعد ما تطلع كمان من الفرن بعد ما نجربها، نتيجة عظمة جدا. فساعتها ان هتحبي خالص البيتي فور والله، مع المكونات دي والمقادير دي والطريقة دي. هنا خلاص هاخد الكام واحدة بتوعي اللي انا عملتهم دول، ابدأ انزل بيهم في الفرن. انا طبعا مشغلاها زي ما انتوا شايفين. انا كنت احيانا مع دوشة ابني وكده ما تطلعش معايا قطعة كاملة، فتطلع جزء وتسيب جزء في في الكيس. فقلت على ايه، فخلاص انا هكمل بالمكبس. هنا طبعا جربت
العجينه بتاعتي ولقيتها حلوه جدا مظبوطه، مش محتاجه اي دقيق تاني، ولقيتها ان هي ما فرشتش زي ما دخلت زي ما طلعت. فبالتالي هكمل بنفس الطريقه وهاخد بقى ايه المكبس المره دي اكمل بيه. هنعمل بطريقتين في المكبس. هنعمل اول طريقه بالابيض زي ما احنا شايفين، زي ما هي العجينه شغاله اول ما عملناها هنشتغل بيها. طبعا انتي الشكل اللي يطلع معاكي مش حلو، حابه انك انتي تشيليه وترجعيه تاني وتعملي غيره تمام، حابه ان انتي تسيبيه برضو تمام. اهم حاجه اللي انتي متعوده عليه واللي انتي بتحبيه. هنبدأ كده نعمل مع بعضينا صينية، وافضل جدا 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 انك انتي تستخدمي تسوية البيتي-فور في الالومنيا، وما تستخدمهاش ولا في السيراميك ولا في الجرانيت ولا في التيفال حتى، لان تسويتهم مش حلوة جدا. هو احلى حاجة الالومنيا، بيديكي تسوية مظبوطة 100%. وهنا كنت مدخلة صينية قبليها بوريكم، طبعا شكلها عظمة جدا تحفة بعد ما استوت. وهبدأ اركنها وهبدأ ان انا ادخل واحدة غيرها. عايزة اقولك ان هو مبياخدش اي وقت خالص في الفرن، بالكتير خالص 5-6 دقايق. طبعا النار بتاعتك لو حامية يعني بياخد كده 5 أو 6 دقايق. طبعا انتي لو النار عندك هادية ممكن ياخد وقت اكتر من كده، بس هو يعني مع الفرن عندي كان ادوب 5 دقايق، وكنت بطلع الصينيتين اللي انا مدخلاهم وادخل صينيتين غيرهم. وكنت مسافة ما بدخل الصينيتين كنت بعمل غيرهم، وكنت شغالة اول باول كده. وهنا بوريكي معظم الاشكال اللي عملتها. وتعالوا نشوف الطريقة التانية اللي هنعملها بالمكبس. هنا بقيت عندي كده خلاص، كنت قربت اخلص العجينة. عندي كده شوية بيض، رحت جبت عليهم 3 معالق من الكاكاو. لكن انا المرة دي حطيت كاكاو محلى، لان الكاكاو الخام بيبقى مر فيها شوية وما بيدينيش جودة حلوة لما بعمله فيها. فحبيت المرة دي ان انا احط كاكاو محلى، اداني نتيجة حلوة جدا، وخلى البتيفوراية بتاعتي مسكرة ومحافظة على السكر بتاعها. هنا نزلت طبعا كنت ب1.5 معلقة، وبعدين هنا جبت 1.5 معلقة تاني لغاية لما اللون بتاعي يظبط معايا. وهبدأ طبعا اقلبها كده كويس قوي في بعض لغاية لما كلها تاخد نفس اللون البني او الشوكولاتة. تقدري بقى تحطيها زي ما هي كده باللون الشوكولاتة ده في المكبس وتشتغلي بيها. لكن انا حبيت اضيف تاتش تاني كمان، وجبت كده حتة كانت فضلة صغيرة خالص من العجينة البيضة عندي، جبتها وعملتها بشكل اسطواني كده، وبدأت ادمج معاها جزء من البني زي ما احنا شايفين كده مع بعض. انا بوريكم اهو كل حاجة. وبدأت كده ان انا ادخلها في المكبس، وهنشوف مع بعضينا صينية برضو هتطلع عظمة جدا. تعالوا نشوف النتيجة كده مع بعض. وطبعا انا قلتلك ان هو بياخد 5-6 دقايق بس، فانتي بالتالي هتدخلي صينية الشوكولاتة وهتبقي عارفة ان انتي البيتي-فور بتاعك مش بياخد اكتر من 5 دقايق او 6 دقايق. شايفين هنا اللون عظمة ازاي، دمج تحفة جدا، شكلهم رائع. هنشوفه كمان في التقديم في الاخر. يعني انا مستنيه اسمع رايكم في الكومنتات. هنا بقى كنت خلاص خلصت كده كل الكميه بتاعتي وسويتها. وهنا بوريكم اللهم بارك كده الكميه بتاعتي كلها، وحضرت الحاجات اللي هحشي بيها، وكمان حضرت العلبه اللي هحتفظ بيها في البيتي-فور بتاعي. طبعا انا هنا كانت الكاميرا بتاع الستاند بتاعي للامانه اتكسر، فمعرفتش اكمل معاكم الفيديو. فده كان يوم تاني. قلت بقى ايه إن لما نزلت اشتريت يعني ستاند تاني وكده، وتواصلت بقى معاكم. وابتديت ان انا ايه اوريكم اللي انا عملته في البيتي-فور بتاعي. الكمية كلها خلصتها، ودي كانت اخر حاجة فاضلة عندي. وبدأت اقولك انت تعملي ازاي. هتجيبي كيس نايلون وتنزلي بيه ب3 أو 4 معالق من المربى زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا محضرة الحشو، حتى خليط طبعا كده من اشكال التزيين بتاعتي، سبرينكلز وجوز هند وكده زي ما احنا شايفين كده. ببدأ انزل مرة في الجوز الهند، مرة انزل في الالوان، مرة في النجوم، وببدأ ان انا اعمل بيهم اشكال لطيفة بحيث تدي البيتي-فوراية بتاعتي شكل حلو. طبعا احنا البيتي-فوراية البني في ابيض دي اصلا شكلها روعة لوحده، مش محتاج ان هي يتزين. لكن انا حبيت ازين معاكم كمية صغيرة كده، واوريكم النتيجة في الاخر شكلها عامل ازاي. هسيبكم
معاكم تستمتعوا مع المنظر الروعة دي. يعني للأمانة المنظر رائع جدا جدا جدا. تعالوا نفتح واحدة مع بعض كده ونشوف من جوه ايه الأخبار. يعني بصوا دايب دوب جميل، عظمة جدا. يعني بتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم. وكده ده كان الشكل النهائي بتاع البيتي فور، حاجة في منتهى الروعة والجمال. شايفين الحلاوة. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في امان الله. متنسوش اللايك والاشتراك لو انتي اول مرة تشوفوا